السلام عليكم اصدقائي. هذا الفيديو بغيت نهضر فيه على الجانب ديال الاعلام العمومي والخاص في المغرب، يعني بالتزامن مع مناقشه ملف الصحراء في مجلس الامن. لوحظ وجود تنظيم وتنسيق واضح في الدعايه الجزائريه اللي اعتمدت على صحفيين يعني اجانب متمرسين في فنون الترويج الاعلامي، الى جانب عدد كبير من الحسابات والصفحات والمواقع والمنصات ومجموعة من الأشياء، القنوات الرسمية والخاصة اللي كتشتغل يعني بواحد الشكل متواصل ومخصصين لها واحد الميزانية كبيرة بزاف، وكتشتغل يعني على مدار الساعة وطوال السنة. وهاد المنابر كانت كتحظى يعني دائما يعني بالسبق الصحفي، الشيء اللي كيتيح لها ابراز الجوانب الايجابيه قليله يعني من اي مستجد، وكيبنيو عليها يعني الحملات الدعائيه ديالهم. الشيء اللي كيخلق واحد الحاله من الارتباك يعني لدى الطرف الاخر اللي هما حنا، ما هما الطرف الاخر. كيشتغلوا بهذه الطريقه يعني عده سنوات. في المقابل غابت يعني القنوات العمومية المغربية على المشهد يعني بنسبة كبيرة، وما بانت حتى اللحظات يعني الأخيرة في هذا الملف يعني بضع ساعات يعني قبل من صدور يعني القرار ديال مجلس الأمن. وهذا الأمر تينطبق كذلك على يعني أغلب الصفحات والمواقع والمنابر. وكاين واحد الفئه اخرى خلاص ثالثه يعني محسوبه علينا، كتحاول ديما تبان يعني بداك المظهر ديال المفكرين والعميقين. للاسف كيتسناونا زعما في الذره، راهم فاهمين كلشي هما والخبار في راسهم وعارفين اش كاين، وتينظروا زعما للمستقبل، واكتفوا يعني بتكرار هذه الشريحه، بتكرار نفس الخطاب يعني اللي تبناه الطرف الاخر، ولا تيبخسوا يعني النتائج او تيقللوا منها يعني النتائج اللي تحققت. وقت اللي كنشوفوا فيه واحد الشريحه كبيره يعني مثلا هي على سبيل المثال لا الحصر من مكونات الشعب الجزائري يعني مجندين الخدمه ما يعتبرونه هم انه يعني مصالح ديال البلاد ديالهم، رغم ان الامر تيتعلق بوحده ديال المغرب الترابي. يعني هذه النقطه مهمه ومهمه بزاف، وما كنظنش الاعلام ديالنا ما غاديش يكون رد لها البال. السؤال اللي كيطرح نفسه ديما هو يعني الى متى سنبقى نعتمد على محاولات فرديه او تطوعيه من بعض الاشخاص مشكورين وبعض الصفحات وكذلك الحسابات ديال المواطنين للتخفيف او الرد على ديك الدعايه المنظمه اللي تتقوم بها يعني ديك الدوله باكملها. كما قلت في الاول، هذا الميساج راه موجه لوسائل الاعلام بالدرجه الاولى يعني العمومي والخاص. علاش ما يتمش التفكير يعني في احداث يعني واحد الاليه جديده كتواكب يعني متطلبات العصر، كتعنى بتحسيس المواطنين يعني خلال الفترات الحساسه اللي تيمر من ملف الصحراء مثلا، وتستعن يعني بمجموعه من المنابر والمواقع الالكترونيه والصحفيين ديالها بطبيعه الحال الا كانوا اكفاء وكانوا يعني في المستوى ديال الامر، باش يساهموا يعني في تخليق الفضاء العام والقيام يعني بدور ايجابي في مثل هذه اللحظات. حيت كنشوفوا يعني اغلبهم باش ما نعممش كينشغلوا اغلب السنه بتتبع الفضائح وتتبع عورات الناس يعني واخبار يعني اخر الفضائح، في حين انهم خصهم يديروا مجهود كسر. والمجهودات الفرديه والتطوعيه يعني اللي تيقوموا بها المغاربه راه ماشي يعني ماشي وليدة اليوم. راه اي ملف اي حاجه كتقيس المغرب راه كتلقى يعني المجهودات الفرديه اكثر من المجهودات ديال المؤسسات يعني
اللي عندها اطار قانوني، وغادي تبقى قائمه. يعني مادام ان هذا الشعب هذا تيامن بوحده الوطن ديالو واستقراره، وبان الدفاع عن الوطن واجب ديال كل مواطن. وكاين يعني غير ان هذه المبادرات على اهميتها يعني ما يمكنلهاش تعوض غياب استراتيجيه اعلاميه مؤسساتيه قويه ومنظمه. وراه اصبح يعني من الضروري تنخرط الدوله يعني بدورها في هذا الجانب، يعني باش تكون واحد النتيجه افضل مما هي عليه اليوم. صراحه هذا الموضوع يحز في النفس، خصوصا ان يعني الحرب الإعلامية يعني لم تعد يعني مجرد معركة جانبية، راه ولات يعني جبهة قائمة بذاتها، كتحتاج يعني لواحد تعبئة شاملة ومستمرة. كما قلت في الأول يعني خص واحد الاستراتيجية شاملة، واحد التعبئة مستمرة في هذا الأمر هذا. نتمنى يعني هاد الامور يعني تتخذ يعني بجديه، وتكون واحد الالتفاته لهذا الجانب هذا، كما عندنا بوريطه وعندنا القجاع وعندنا مجموعه من المسؤولين اللي حققوا يعني انجازات في مجالات ديالهم. حتى المجال الاعلامي راه خصو يعني شي مسؤول، يعني شي رجل مناسب في المكان المناسب.